في خبر اليوم، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استئناف قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص كأس إفريقيا اللاعبين المحليين، داعيا لمعاقبة الجزائر بسبب إقحامها للسياسة في الرياضة. وسيشمل قرار الاستئناف 3 قرارات رئيسية تهم الحسم في إشكالية منع المنتخب المغربي من السفر عبر ناقله الرسمي المرتبط به بعقد وفق ما يكفله له الحق ودفتر تحملات المسابقات القارية، مع التشديد على ضرورة معاقبة الجزائر بسبب هتافات جماهيرها العنصرية ضد الجماهير المغربية في حفل الافتتاح. كما دعت جامعة الكرة إلى معاقبة المدعو مانديلا لما بدر عنه من عبارات عنصرية وعدم شرعية حضوره حفل الافتتاح بإلقاء خطاب بحمولة سياسية مرفوضة بسبب مواثيق الفيفا وقوانينها، مشددة على ضرورة التسريع بالبث في هذا الملف الاستئنافي بشكل عاجل قبل إفريقيا للفتيان كي تتضح صورة مشاركة هذا المنتخب في الكان المؤهل لكأس العالم. ورفضت جامعة القجاء اكتفاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتوجيه تنبيه للجزائر وباقي الاتحادات القارية بعدم إقحام الخطابات السياسية في مجال كرة القدم. وكانت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي قررت عدم تسليط أي عقوبة على المغرب ممثلة في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إثر عدم مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي أقيمت في الجزائر بسبب تعنت سلطات هذه الأخيرة في توفير خط جوي مباشر وعبر الخطوط الملكية المغربية. وأكدت لجنة التأديب التابعة للكاف عدم تسليط أي عقوبة مادية أو معنوية على الجامعة الملكية المغربية على اعتبار عدم مسؤولية المغرب في عدم المشاركة في شأن الجزائر. من جهة ثانية، وجهت اللجنة ذاتها تنبيها إلى الاتحاد الجزائري ومنه لباقي الاتحادات القارية لكرة القدم لعدم إقحام السياسات في كرة القدم عقب التصريحات التي أدلى بها حفيد نيلسون مانديلا بخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية في حفل افتتاح كأس إفريقيا للاعبين المحليين يناير الماضي بالجزائر. وشددت اللجنة نفسها على ضرورة توجيه رسائل تذكيرية إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم وباقي الاتحادات القارية بعدم إقحام الخطابات السياسية في مجال الكرة، حيث هددت اللجنة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الإفريقي في حال عدم الامتثال. وكان الاتحاد الإفريقي كاف قد قرر قبل أسابيع فتح تحقيق حول البيانات والأحداث السياسية التي طبعت حفل افتتاح كأس إفريقيا للمحليين شان المنظمة بالجزائر.